بس لما نيجي نشوفهم مين هم، اصحاب الاعمال الحره. واحد فكر كده يشتغل، يبدا في شغل خاص بيه، يخرج بره الاطار الوظيفي. في رجل الاعمال، تعرف برضه. بعد كده عندنا ريادي الاعمال. بعد كده عندنا المتطوعين. طب انا ليه حطيت المتدرب في الموظفين والمتطوع في الغير موظفين؟ المتدرب دايما بيتدرب عشان هدف معين، ان هو عايز يتدرب عشان يشتغل في الوظيفه دي، واذا ما نجحش في التدريب بيطرد منها. اما المتطوع بيكون دخل عشان يتعلم حاجه معينه عشان تفيده في حياته المستقبليه، مش عشان يشتغل. ممكن يشارك في اعمال تنمويه، بس كل ده خارج اطار الموظفين. ليه معظم الناس بتختار الوظائف؟ يعني الاغلبيه العظمى، مش عارف كام في المية كده من مصر، يعني كتير خالص، يعني من تحت بس اغلبيتهم يعني العظمى موظفين. اول حاجه الاستقرار. انا لما اقعد انزل كل يوم الساعه 7 الصبح عشان عارف ان انا هاخد مرتب ثابت، ده بالنسبه لي استقرار. عندي فكر ان انا هعمل ايه بالفلوس اللي انا هاخدها الشهر الجاي، وهفضل ثابت مكاني، بقعد اعمل ميزانيه. واحد مستقر كده حياته هاديه يعني. الروتين. انا مش بقعد كل يوم بالليل افكر ايه اللي انا هعمله بكره، ايه اللي انا ازاي اخلي شغلي يتقدم، ازاي احل انا مشكله هتواجهني بعد كده في المستقبل. شغل كله روتين. والتعليم المصري والحكومه المصريه بشكل عام اكتر ناس بتتكلم من الروتين يعني، وانا اكتر ناس بتتكلم مني يعني في اي حاجه انا بعملها. بعد كده ان انا داخل الوظائف سواء في القطاع العام باخد تامين صحي، تامين صحي، في تامين اجتماعي، باخد معاش. برضه في القطاع الخاص انا لما اخلص شغل باخد مكافاه نهايه خدمه. بعد كده باخد مسؤوليه اقل. يعني دايما انا مسؤوليتي منحصره في المرتبه الوظيفيه بتاعتي، ما بتعلاش عن كده. وبرضه اللي فوقيه هو يعني اللي بيلبس الموضوع في الاخر يعني. تمام. طيب اوكي اتحرك موضوع. طيب دلوقتي في ناس كتير قررت انها تحول للعمل الحر، قررت انها تتقدم، قررت انها عايزه تزود دخلها، عايزه تعمل حاجه افضل، عايزه تخرج من اطار الوظائف. تمام. اول حاجه ان انا عندي شعور بالتميز. يعني انا لو انا مثلا شغال في شركه برمجيات، شركه تطوير مواقع، انا دلوقتي بعمل شغل، طبعا انا بلبس الناس هنا حسابات يعني. تستخدم المايك؟ لا. تستخدم؟ لا. تمام شغال كده. طيب معلش، طب الموافقين ينفع عليهم؟ على ايه؟ الموافقين ان انا استخدم المايك يعني عشان الصوت بسرعه. اي وسيله توصل فيها. على صوتك شويه. على صوتك طيب ماشي. دلوقتي لو انا شغال في شركه برمجه، بعمل شغل للشركه مثلا بيدخل لها 3000 جنيه، وانا اللي باخده في الاخر كام 1000 جنيه مثلا. طب انا عندي شعور ان انا اقدر افتح شغل بعد كده لوحدي، اخد بره اطار الشركه واخد ال 3000 جنيه دول كلهم. يعني بمعنى صح اجيب العملاء كلهم لحد عندي واعمل الشغل ده بنفسي، في نفس الوقت دخلت خارج اطار الوظائف. بعد كده زي ما انا قلت لكم ان انا عايز دخل اعلى، الراتب داخل الاطار العادي، واحد عامل بيتحكم فيه، بيعرفني ايا كان اللي بيعمله يعني، بس اهم حاجه ان هو بيتحكم فيه. خلص من الالتزام. دلوقتي انا عندي احساس ان انا لو روحت اشتغلت من البيت عملت شغلي هنجح. مش حابب ان انا اشتغل جوه الشركه، الانفايرمنت اللي جوه الشركه بتضايقني. يعني بشكل عام انا ممكن في اي مكان اشتغل واعمل شغل انا واخلصه ومفيش اي حد ليه حاجه عنه. بعد كده ليه انا اكون رجل اعمال؟ ده انا بقيت يعني ان شاء الله في المستقبل. برضه رجل الاعمال
بقى هيعمل بقى فرق من اشخاص اصحاب الاعمال الحره. بدل ما هو يجيب مثلا 3000 جنيه اللي انا قلت لكم عليهم، يجيب 10000 جنيه وهيجيب دخل اعلى بكتير. برضو في ضمان الاستمراريه. انا دلوقتي عندي عمل مؤسسي، يعني مش مجرد ان شخص واحد هيتفق ان الشغل هيقف. يعني في العمل الحر لو انا في يوم تعبت قعدت في البيت يبقى كده مفيش عملاء، مفيش شغل، مفيش فلوس، فكده انا شغلي واقف. فبالشكل ده انا عندي في مؤسسات رجال الاعمال العمل المؤسسي لو واحد مشي الشغل مش هيقف، هيكمل بعد كده. وبرضه بيكون في نوع من الاستقرار الهيكله دي كلها. امتى اكون ريادي اعمال؟ طبعا الموضوع ده اتشرح يعني، بس يعني بصوا يعني انا هشرح من وجهه نظري، ده مش مبني على اساس علمي، بس دي من وجهه نظري. تمام؟ زي ما انا شرحت دلوقتي يعني مع اعتذار الباشمهندس يعني، بس دي وجهه نظر وانتوا لكم الحق في الاخر يعني. تمام؟ مستعد للمخاطره. زي ما انا قلت في تعليقي ان انا مستعد ان انا اجيب ناس اشتغل في حاجه جديده محدش جربها غيري قبل كده. انا بالنسبه لي دي مخاطره عاليه، لان انا يعني مفيش حد اتعلم منه، مفيش حد هيقول لي انا غلطت في كذا وكذا وكذا فتعالي الدنيا ما تغلطش. فانا لازم تكون التجربه خاصه بيا. يمكن لو انا عملت دراسات وحاجات زي كده يمكن هستفاد، بس برضه في نسبه من المخاطره. اول هدف من اهداف ريادي الاعمال ان هو بيكون عنده شؤون سياسيه كمان، عشان دي بتاعت الشركات يعني هم اجتماعي. عنده مشكله في المجتمع بتاعه عايز يصلحها، مشكله ظهرت هو عايز يغيرها. مش بيفكر في الفلوس في الليفل 1، عنده المشكله الاجتماعيه الاول بعد كده الفلوس. هو طبعا الفلوس جزء رئيسي يعني، بس برضه المشكله الاجتماعيه بفكر فيها بشكل مختلف. يعني لما افكر الفلوس مش جزء رئيسي في الموضوع. طبعا زي ما انا قلت فكره جديده، يعني فكره ابداعيه ما حصلتش قبل كده، فدي هتغير حاجات كتير جدا. وبمتلك روح القياده. شرحت برضه يعني معلش يعني السيشن اللي فات يعني كان في ترابط بينهم كبير. بس يعني في تركيز كبير ان انا اشرح بين رجل الاعمال وريادي الاعمال، بس لازم في فرق كبير جدا بين القائد والاداري في اسلوب ايديولوجيه او طريقه عمل ده وده، في فرق كبير جدا. تمام؟ وان شاء الله يعني لو في وقت يعني اقدر اشرح الفرق بين القائد والمدير. تمام؟ معلش بس التايتل غلط، بس هي دي مقارنه. مين اللي عملها؟ طيب دي مقارنه هقارن فيها بين رجل الاعمال وريادي الاعمال والعمل الحر والموظف. تمام؟ بالنسبه للمخاطره زي ما انا قلت لكم ان رجل الاعمال مثلا رجل الاعمال مش بيعمل افكار جديده. مثلا هو فكر يفتح سايبر نت، فتحه في منطقه معينه. هو دلوقتي بيبص مين الناس اللي حواليه، ايه المراكز اللي حواليه اللي هو هينافسها. دول عندهم ايه؟ عندهم امكانيات احسن، العاب احدث، ازاي انا اقدر اجذب الناس عندي، ازاي اعمل عمليات تسويق. تمام؟ بس برضه مركز النت اتعمل وكل حاجه، والمخاطره بالشكل ده اقل بكتير جدا. تمام؟ بالنسبه لريادي الاعمال زي ما قلت لكم فكره جديده، يبقى نسبه المخاطره هتبقى اعلى بكتير. بالنسبه للعمل الحر هي مخاطره متوسطه، لان انا بقوم بالشغل بتاعي انا، فانا مش لازم ابني العمل الحر على راس مال. مش لازم يعني الاليه بتاعت التنفيذ بتاعته مش مكلفه قوي، يعني بحيث ان انا لو وقعت ساعتها ممكن ادور على شغل جديد وارجع كما كنت يعني. الموظف طبعا زي ما انتم عارفين مفيش اي نوع من المخاطره، يعني قاعد في حاله وربنا يخليه. بالنسبه للاستقرار معلش يعني في كتير اكيد موظفين كتير هنا. بالنسبه للاستقرار رجل الاعمال تفتكروا مستقر ولا مش مستقر؟ مش بالظبط. مين اللي جاوب؟ ما عادش بس مفيش هدايا هنا؟ طيب
مش ضامن ان العملاء يعني هو شبه مستقر لان هو ماشي باحصائيات بعد كده الموظف اكيد يعني معلش انا مضطر. بعد كده بالنسبه للروتين رجل الاعمال بتربطه هو ايه في اللي هي المنظمه بتاعته في مدير تنفيذي في مدير عام نفس يعني شبه المؤسسه الحكوميه بس بتتحرك باسلوب مختلف باسلوب خاص جدا فيعني روتين نقدر نقول شبه روتين. رياده الاعمال غير روتيني تماما اللي هو زي ما احنا بنقول بيشتغل بدماغه العمل الحر طبعا غير روتيني. الموظف روتين تمام. الاستمراريه مين ضامن ان هو هيستمر بقى بفريقات وان هو يعني هيكمل يعني مش معرض ان هو يقع كتير. طبعا رجل الاعمال احنا قلنا ان هو مؤسسه كامله لو واحد وقع واحد ثاني هيقوم مكانه فالموضوع ده رياده الاعمال نفس الكلام بنفس يعني نقدر نقول بنفس الحركه بس يعني هتفرق معاه في كان هو ريادي اعمال بجد الثوره بتاعته في اسلوبه هو دي اللي هتاكد استمراره ولا لا. العمل الحر زي ما انا شرحت برضه نفس الاسلوب مش ضامن ان انا اجيب. طب يا جماعه ممكن معلش احاديث جانبيه يعني تمام. بالنسبه لدخل رجل الاعمال هو في البدايه بيحصل نوع من يعني البدايه صعبه هو مش ضامن هينجح ولا لا فدخله مجرد ان هو يستقر يا اما بيقوم يا اما بيتسحب كمان. ممكن الصوت انا مش سامع بعد اذنكم يعني. تمام. رياده الاعمال معرض ان هو ينجح يا اما نجاح كبير جدا يا اما ينزل الارض او ممكن حاجات بين الجنين بس ده يعني وجهه نظري. العمل الحر طبعا زي ما انا قلت هو بيبدا من الصفر فهو مش معرض ان هو يخسر بس معرض ان هو يخسر. والموظف كالعاده بينتقل من رتبه قليله لرتبه اعلى رتبه اعلى رتبه اعلى لغايه لما يوصل يعني مرتبه بيعلى. تمام. بعد كده شوف بقى كل واحد اقتصادي تفكير اقتصادي يعني عايز فلوس بس ولا تفكير اجتماعي. طبعا رجل الاعمال تفكير اقتصادي لان هو اول حاجه بيفكر فيها هي الفلوس. ريادي الاعمال زي ما احنا قلنا ان هدفه الاول ان هو يجيب ان هو بيحل مشكله اجتماعيه. العمل الحر وده ترشحوه انهي؟ اقتصاد. الموظف بعد كده انا اكون ريادي اعمال ولا رجل اعمال؟ لما نيجي نطرح فكره مين يعمل النادي الرياضي؟ رجل الاعمال ولا ريادي الاعمال؟ رجل الاعمال لان في شغل موجود الاول. ريادي الاعمال ممكن الفكره دي فكره قوي يعني بس اصبروا يعني اسبوعين يا جماعه دي فرصتي يعني دي اول سنه دي يعني. بصوا يا جماعه يمكن السؤال بتاعها بقى
هو السؤال مين هينفذ، ازاي هينفذ رجل الاعمال النادي الرياضي، وازاي هينفذ رياد الاعمال النادي الرياضي. اول سؤال هيطرحه رجل الاعمال، الناس بتصرف فلوسها فين؟ لما يسمع هو ان في مراكز رياضيه تعمل عندها شباب كتير بيحبوا يتدربوا، عندهم نشاطات عاليه، الشباب كلهم متوجهين ناحيه صيدلات النتو وهكذا. فهو هيعمل ايه؟ هيجيب مركز هيبنيه اعلى الامكانيات، يحطوا له احسن ديكور، يحطوا له احسن الات، بس بالشكل ده لما يجي حد عنده لما يجي الشباب يتدربوا عنده، يتدربوا شهر واثنين وثلاثه، بس هو الشاب ده يطلع في الاخر يحس ان مستواه نزل اكتر ما هو قدم. لان رجل الاعمال كل اللي بيهتم بيه ان هو خلاص ان الراجل ده بيجي لي ويدفع فلوس، فمش مهم الباقي بقى. اما رياد الاعمال بيفكر ازاي؟ رياد الاعمال لما يجي يطرح السؤال زي ده، ايه هي المشاكل في البليس؟ ايه هي مشاكل في المحافظه؟ مثلا نقول في قريه كذا، او ايه الفرص؟ او ايه الفرص؟ مثلا نقول في قريه كذا ما عندناش نادي رياضي، والشباب محتاجين تدريب، وانهم حاجه ضروريه بالنسبه لهم، وان هو دي هتنمي من قدراتهم وهكذا. رياد الاعمال هيفكر ازاي؟ هينزل مع شباب القريه ويقول لهم احنا عايزين نعمل كذا وكذا وكذا، عايزين نبني نادي رياضي. مش لازم يجهزوا بامكانيات عاليه، المهم يجهزوا بالشكل المطلوب ان هو هيفيد بيه المكان. مش هيعملوا طبعا ده رياد الاعمال لانهم معهوش فلوس كفايه، مش ممول، فهو اللي هيعمله ان هو هيتفق مع الشباب هيبنوا المركز. بس هو همه الاول قبل ما يجيب الفلوس من المركز ده ان هو حل مشكله، يحل مشكله بتواجه المجتمع. يعني يمكن في النادي اللي عمله رجل الاعمال انا ما استفدتش، بس اللي عمله رجل الاعمال ما فيهوش امكانيات والكلام ده كله، بس فن. نيجي بقى عند التجربه يعني انا مش عايز اقول دي يا جماعه تجربتي ان انا نوعا ما في رياده الاعمال. هي مش تجاريه، هي يعني يمكن كانت في المستقبل تكون تجاريه، بس هي في الوقت الحالي لا. برضه في تجربه شغل انا جربتها، يعني هو مش عارف في كام واحد شاف البيكتشر اللي هي نزلت على الفيسبوك ان هو 3 years في المينتيننس و 4 years في البروجرامينج، هو كلهم كانوا بشكل موازي يعني، بس ايا كان اشرح لكم التجربه بشكل عام. انا دلوقتي كنت في اولى اعدادي، كنت بحب الكمبيوتر جدا ونفسي اتعلم عليه حاجات اكتر، بس يعني ما كانش في انفايرمنت، ما كنتش بروح كورسات، ما كنتش يعني مراكز الكورسات ما كانتش موجوده طبعا زي دلوقتي، وما كنتش اعرف حد. يعني الحمد لله انا كنت في منطقه بسم الله ما شاء الله، يعني ما فيش حد بيدي فيها اي حاجه يعني. فكنت رحت اشتغلت في شركه كمبيوتر، اشتغلت فيها لمده سنه، كنت شغال في الصيانه. بس بعد كده اللي هو ايه، التعليم وقف، ما بقتش اتعلم اي حاجه جديده، ما بقتش اتقدم، خلاص نفس التكرار نفس كل حاجه. اتفضل. اتعلمت الاول قبل ما تشتغل؟ ما لسه الصيانة يعني، هو قصده على الصيانة. تمام الصيانه. بس بتقول انت رحت اشتغلت، المفروض انا رحت اتعلمت الاول. اوكي يعني يمكن يعني ماشي. حاول يشتغل عشان يتعلم. تمام يعني انا فعلا اتعلمت في البدايه بعض الحاجات، بس انا كنت متعلم حاجات كتير ساعتها، يعني اللي هو ايه اضفت شويه حاجات واكد، يعني يمكن انا اكدت المعلومه دي ان انا تعليم واقف. تمام ما بقتش اتعلم اي حاجه جديده، ما بقتش تمام يا جماعه. تمام المهم بعد ما التعليم وقف انا بدات يوم ورا التاني ان انا بتخنق من الشغل جدا، يعني ما يقولوش يعني ان انا اروح تاني ثاني وكده يعني، بس يعني جت التجربه دي. التعليم وقف تماما، كنت كل يوم بروح بقى مخنوق بقى من الشغل، وان انا اخد اجهزه بقى وامسك اوامر واعمل ده واعمل ده، واضطر ان انا استنى. اتخنقت.
فكره ان انا اعمل مشروع هو بسيط جدا، بس يعني هي الصراحه فكره لو اتعمل صح يعني بتجيب فلوس يعني. طبعا انتوا عارفين شركات النت والوصلات اللي 30 جنيه والكلام ده كله يعني. دي كانت اول مشروع انا عملته. رحت جبت حجزت خط التليفون اللي عندي في البيت، وجبت خط الميجا وكلمت الناس اللي عندي وعملت شويه اعلانات كده ورق بشور. رحت المزرعه تبع وخدت من بابايا يعني بتاع 600 جنيه كده، قلت له هعمل بيهم شويه حاجات. المهم وافق في الاخر، عملت المشروع ونجحت فيه. هو مش النجاح اللي هو يعني، بس انا كل ان انا يعني مثلا اطلع ب 100 جنيه في الشهر دي الصراحه كانت بالنسبه لي معجزه يعني. واحد في تاني اعدادي بيطلع يجيب فلوس. هو انا كنت بقول في يعني فلوس الشغل اللي قبلها يعني، بس الصراحه كانت بتطلع ارباح. المهم بعد ما انا عملت الشغل ده برضو انا مش هو ده اللي انا عايز اوصله يعني. هو ايه خلاص يعني انا حبيت يعني اعرف الكابلات وفوق السطوح والكلام ده كله، بس الصراحه يعني في الاول وفي الاخر مش تجربتي بقى مع رياده الاعمال. في رياده الاعمال انا كنت مهتم جدا بالانظمه التعليم يعني. كنت واحد طبعا احنا كلنا بنشتري في التعليم وبنحاول مش فيه، بس انا قررت ان انا ابص بشكل مختلف، اشوف ايه العيوب احطها على الورق، اشوف ازاي احلها. ممكن حضرتك تجيب الكرسي وتقعد عليه. معلش هثبت حركتي اشوف العيوب احطها على الورق. كان ساعتها انا كنت بعرف HTML وكان شويه بروجرامينج لانجوج في الويب يعني. قررت ان انا اعمل حاجه غريبه يعني من نوعها، ان انا جبت هوست مجاني، هوست على الويب سايت يعني، حجزت موقع بس فري وحطيت عليه سكريبت وقلت ان انا هتعلم انا واصحابي عليه ونرفع عليه دروس ونكتبها احنا بنفسنا ونجيب عليه مذكرات ونحطها